آخر محاولة اغتيال لرسول الله هي السم. مصادرنا الإسلامية كلها سنية وشيعية تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله مات مسموما، ولكن مات مسموما بها روايتين: رواية ذابين كل ثقلهم بها، ورواية يحاولون يدثروها بالدثار، يغطوها ويهمشوها ويبعدوها ولا يقبلون أن تناقش. ولو اجى بايديهم طيله السنين اصلا من ذكرت في بعض المصادر من فتحت خيبر امراه يهوديه، هاي الروايه الاولى، طبخت شاة واتت بها الى رسول الله ويبدو انها اعلنت اسلامها، اكل منها، ومن بعد ما اكل هبط اليه الوحي جبرائيل قال الفظها فانها مسمومه. السؤال الاول: جبرائيل ليش ما نزل قبل لا يتذوقها النبي؟ ثانيا: رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن رجلا أكولا ولا جشعا على الطعام، رجل مو من رجال الدنيا، سيد الخلق أجمعين، أشرف الموجودات. ثالثا: هذه رواية هزيلة تافهة لا يمكن أن يقبلها العقل السليم مضمونا سندا من كل الوجوه، سندا ومتنا. الرواية الثانية المغيبة التي يراد لها أن لا تخرج، هذه الرواية ماذا تقول؟ الرواية اسمها رواية اللد. شنو معنى اللد؟ اللد هو السقي، لدوني اسقوني، لا تلدوني لا تسقوني. رسول الله صلى الله عليه وآله ضربته الحمى في الأيام في الشهر الأخير من عمره الشريف المبارك، وكان شيء طبيعي أن يجلس في بيته في حجيرات أزواجه اللي هي ضمن المسجد، وأكثر من مرة يسقى دواء جزع منه كثيرا. في مرة من المرات استفاق بعد غيبوبة وأمر نساء الموجودات قال: جميعكن فلتشرب من هذا الكأس. أغلبهن تركن المكان وقاما. مرة أخرى استفاق ووجد الكأس قال: ألم أنهكم، ألم أقل لا تلدوني؟ إذن هذا الدواء الذي سقي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تلدوني لا تلدوني أي لا تسقوني. نفتح 100 سؤال وسؤال حوله، 100 كويستشن مارك كما يقال. إذن لماذا أمر النساء أن تشرب من الكأس؟ كان فيه شيئا يقينا. لماذا قال: لا تلدوني لا تلدوني؟ كان فيه شيئا يقينا، هو السم، ولكن ليس السم في الشاة في تلك الرواية الهزيلة الضعيفة التي لا تقبل بجميع الوجوه. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله مات مسموما، ولكن بالطريقة الثانية من الدائرة المقربة، بمعنى أن المرأة اليهودية لا علاقة لها. رسول الله صلى الله عليه وآله مات من الدائرة الإسلامية، دس له السم من البيت الإسلامي. هذه هي الحقيقة التي لا تقبل الشك.